ثم يأتي العنصر الثالث وهو الزمن، وقد فصل فيه الأستاذ مالك بن نبي في كتبه رحمه الله برحمته الواسعة كثيرا. والوقت هو الحياة، لا يمكن تقديم أو تحقيق تلك الإنجازات الحضارية إلا بحيز زمني، وأعمارنا قصيرة ولو طالت، أعمارنا قصيرة ولو طالت. لذلك لابد أن يتحقق التكامل بين بني البشر ليتحقق ذلك التراكم في عملية البناء الحضاري، وإلا لا يمكن أن نبني حضارة. لذلك الإنسان الذكي هو الذي يحسن استثمار منتوجات ومنتجات وآثار الحضارات السابقة، لأن الله هو الذي يأمرنا أن ننتشر في هذه الأرض. قل سيروا في الأرض فانظروا. وكلمة النظر والتدبر والتأمل وردت في القرآن أكثر من 1000 مرة. لذلك صدق المصطفى صادق الرافعي رحمه الله في كتابه المشهور التفكير فريضة إسلامية، أشار في الصفحة 4 وما بعدها إلى أن القرآن ما ذكر العلم إلا في مقام التعظيم، ثم ذكرنا بكثير من الآيات التي تدعو إلى التدبر والتأمل والتفكر، في مثل قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لذلك تجتمع هذه العناصر: الإنسان والكون بموجوداته والزمن، وبذلك يأتي الإنسان فإذا استثمر هذه المقومات وهذه العناصر سيكون مؤهلا لتحقيق البناء الحضاري المنشود.